ظاهرة البرق والرعد ظاهرة بنشوفها غالبا لما بيكون في أمطار، وهي ظاهرة غريبة نوعا ما، وفي بعض الناس أول لما بتشوف البرق والرعد تحس إن هما بيخافوا منهم، ولكن احنا في الفيديو ده هنتكلم على إن إزاي البرق والرعد بيحصلوا أصلا. السلام عليكم، أنا محمود البدري وأهلا بيكم في قناتي. بيعتبر تعريف البرق عبارة عن تفريغ كبير المدى لشحنات طبيعية، والشحنات دي بتظهر على شكل وميض أبيض، وعلى أطرافه كده بيكون فيه بعض الزرقان، واللي هو فيه ممكن بعض الناس ممكن تشوفه أزرق شوية، والكلام ده بيحصل داخل الغلاف الجوي أو بين الغلاف الجوي وسطح الأرض. والجدير بالذكر إن مسار البرق بيتكون من بلازما بتبقى شديدة الحرارة وموصلة للكهرباء، فبالتالي لما بيمر التيار الكهربي داخل القناة فإن درجة حرارة الهواء المحيط بالقناة بيرتفع لحوالي 25,000 درجة مئوية، فبتتسبب الحرارة بانبعاث ضوء أبيض اللون من جزيئات الهواء، بالإضافة بقى إنها بتعمل على تحفيز غاز النيتروجين، وده اللي بينتج عنه